البدعة محببة إلى إبليس، يحبها لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة، يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدع لا يتاب منها. والسبب يرى المبتدع أنه على الحق، بل في حديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. نعوذ بالله من الخذلان. وفي رواية: حجر البدعة عن كل صاحب بدعة. فنتنبه لهذا الأمر ونخاف على أنفسنا من البدع، لأن صاحب البدعة يقول: مما أتوب، يرى أنه على الحق وأنه هو من أصحاب الصواب وغير المخطئ، فلا يتوب منها. لكن من نور الله بصيرته وشرح صدره وعلم ما كان عليه من بدعة فعاد، فهنيئا له. لما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج، ذهب فناظرهم، عاد منهم قيل 2000 وقيل أكثر من ذلك، قيل 4000 وقيل أكثر من ذلك، لأنه تبين لهم الحق. فكل من تبين له الحق فعليه بالرجوع، لأن الرجوع إلى الحق هو الأصل، وهو خير من التمادي في الباطل. نسأل الله السلامة والعافية.